ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض جاتو جميل جدا وخفيف وهش واقتصادي جدا جدا. هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. حطيت هنا ربع كوباية مية ناقصة حاجة بسيطة جدا، وحطيت عليها 2 بيضة، وهحط رشة فانيليا زي ما انتوا شايفين كده، وهحط معلقة محسن صغيرة كده، مليانة مش مليانة قوي يعني، زي ما انتوا شايفين كده. وهحط 200 جرام دقيق سبونج. هي الدستة مطلوبة نص ونص، نص فانيليا ونص شوكولاتة، تمام. هقلب كله مع بعضه كده، وهشغل عليه العجان لحد ما يتضرب معايا ويتماسك كده ويعلى شوية. حضرت بقى الصينية بتاعتي. طبعا انا قايله لكم في الفيديو بتاع الجاتو اللي فات مقاس الصينية، انا كنت فاكره الوقت كنت قلته لكم، بس انا كنت مصوره قايسه الصينيه ومنزله لكم ايه المقاس بتاعها بالظبط. فاللي حابب يعرف مقاس الصينيه، هي صينيه عاديه خالص من بتوع البيت اللي هي الوسط. فاللي حابب ان هو يعني ايه يعرف مقاس الصينيه، هيخش على الفيديو اللي قبل ده بتاع الجاتو، هيلاقي المقاس فيها. تمام كده خلاص. الخليط اتضرب معايا، هحطه في نص كده، في نص الصينيه زي ما انتم شايفين كده. طبعا الجاتو ده اقتصادي، مش زي الجاتوهات اللي انا عملتها قبل كده. تمام، ده زي المحلات بتاعتنا بالظبط، هنا في بلدي يعني بيعملوه. حطيت برضو 2 بيضة، وحطيت برضو ربع كوباية ناقصة حاجة بسيطة، ورشة فانيليا، واحط برضو 200 جرام دي اسبونج شوكولاتة. يعني نفس اللي انا عملته في الجزء الاولاني عملته في الجزء التاني. زي ما انتم شايفين كده، حطيت معلقة المحسن، حطيت هنا 200 جرام دي اسبونج شوكولاتة. هقلبهم بس مع بعض كده حاجة بسيطة، و هشغل عليهم العجان. بعد ما اتضربوا كده هبدأ اشتلهم. هقلبهم بقى حاجة بسيطة كده عشان اتأكد ان مفيش حاجة دي او حاجة متضربتش. وهبدأ احطهم في الجنب التاني من الصينية، وهساوي بقى جنب الشوكولاتة كده. طبعا انا مسوية جنب الفانيليا، بس هرجع اسويه تاني مفيش مشكلة عشان اظبط الصينية. عفوا. زي ما انتم شايفين كده، هسويها بقى زي ما سويت جنب الفانيليا. جبت معلقة تانية وبدأت اقرب دول من دول كده، الزقهم يعني ببعض. لازم نسوي الصينية كويس قبل ما ندخلها. هدخلهم بقى في الفرن على درجة حرارة 180، الرف الأوسط. زي ما انتم شايفين كده، أهم حاجة نسوي السطح كويس ونضربها كذا ضربة كده لحد ما ايه
يستوي. حطيت كوباية مية على كوباية كريمة. انا طبعا عملت الاسبونج من بالليل، وتاني يوم الصبح كان هيسلم الاوردر بتاعي. هي كانت طالبة الصبح الساعة 9، فكان لازما ان انا اعمله لا اما من بالليل لا اما اعمله الصبح بدري قوي. فانا بصراحة اخترت ان انا اعمله الصبح بدري عشان يبقى هش كده وطري، ما يكونش بايت من امبارح بالليل. تمام. المهم حطيت كوباية كريمة على كوباية مية، وحطيت عليها لبن بودرة، وقلبتهم في بعض كده، وحطيت للكوباية معلقة ونص سكر ملانة، وسبتهم يتضربوا كويس جدا في العجان. هنا بقى ببدأ اقشر كده الاسبونج بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده. بقشر الوش كويس عشان ما يبقاش فيه واخد لون او كده. هاجي برضو من تحت كده وهشيل حاجة بسيطة جدا، هي مش رقة اصلا، ما تعتبرش رقة، من تحت كده عشان بس اظهر لون الاسبونج بتاعي. الشوكولاتة يبقى فاتح كده، وكمان الفانيليا يبان لونه، ما يبقاش واخد لون من تحت كده. بفضل اشيل كده لحد ما يبان لونه الابيض الفاتح ده. هبدأ بقى اقطعه على 3 طبقات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بعمل المنشار بتاعي على اخر طبقة، على اخر تحت ال9. تمام. جبت البورد بتاعي. على فكرة دي ورقة نتيجة وانا مغلفاها باللزق ده وبشتغل عليها. لو عندك بورد مثلا اللي هو 30 في 30، 30 في 40، ممكن تعملي عليه برضو، يكون مثلا انت استعملتيه البيت قبل كده او كده. ممكن برضو تشتغل عليه عادي. او ممكن ظهر صينية يا ولاد، والله اي حاجة. يعني ممكن ظهر صينية تشتغل عليها وتدخلها عادي التلاجة وتقطعها عليها وكل حاجة، بس يعني اهم حاجة يكون نظيف. ظهر الصينية يكون نظيف يعني. طبعا قلبت كده الكريمة. هنا طبعا حطيت رقة سبونج كده. كنت محتارة احط دي الاول ولا التانية، فرجعت قلت لا خلينا في ديت، واقلبها كده اللي هي السطح بتاع السبونج. طبعا زي ما انتوا عارفين انا ما بسقيش الجاتو الا اذا في حالة واحدة، ان هو انا دخلت الفرن مثلا وخد وقت طويل، فلازم في الوقت ده اسقيه. انما انا طبعا انا بقعد جنب الشغل بتاعي لحد ما يطلع، عشان طبعا الحاجة غالية، وعشان ما اخسرش يعني الخامات وكده. فبقعد بقعد جنبه كده لحد ما يستوى، عشان انا مثلا لو بعدت عن المطبخ ممكن انسى او حاجة، فبخليني دايما جنب الشغل بتاعي. هنا حطيت بقى الكريمة، وطبعا الكريمة التانية حطيت عليها معلقة جناش، وحطيت عليها معلقة كاكاو خام. هو المفروض ان انا ما احطش جناش، بس انا حبيت اطعم الكريمة، يعني ما تبقاش، يعني بتوع المحلات ما بيحطوش طبعا فيها الجناش، ولا بيحطوا لبن بودرة ولا الكلام ده. فدي حاجة بيتي لازم برضه اطلعها. هي اي نعم نفس بالظبط بتاعة المحلات حاليا، بس لازم تكون متطعمة طبعا، عشان يبقى في فرق بين حاجة البيت والحاجة اللي بتتباع في المحل. دي مخدومة قوي وكويسة يعني.
المهم حطيت هنا كريمة كده فانيليا، وهبدأ اسويها. بحط طبقة حلوة، مش بحط طبقة خفيفة. ليه بقى انا عملت كوباية كريمة على كوباية مية بس، وما حطيتش كوباية ونص مية على كوباية كريمة؟ اما بيكون عندي مكان في الفريزر اقدر اجمد فيه، بحط كوباية ونص عادي من المية على كوباية كريمة عادي. لو هي مش متماسكة قوي فهي هتتمسك في الفريزر. طب انا ما عنديش مكان في الفريزر، عايزة اعمل جاتوه في البيت فبعمل كوباية كريمة على كوباية مية وبحطها. بكون ببيتة السبونج بتاعي في التلاجة، واخد سقوعية مع الكريمة، واخدة سقوعية طبعا من المية الساقعة، بس تكون مية ساقعة قوي. فبالتالي بشتغل على طول، وممكن اقطع على طول من غير ما ادخلها التلاجة. اذا عندي وقت ان انا احطه في التلاجة بحطه، مفيش اي مشكلة. ما عنديش وقت هقطع على طول، بس كل مرة هقطع فيها همسح السكينة بتاعتي بفوطة سخنة، عشان طبعا اعرف اقطع، لان الاسبونج مش متماسك والكريمة كمان مش متماسكة. متماسكة بس مش متجمدة، فاهمين قصدي؟ يعني شوفوا هي متماسكة معايا جدا بس مش متجمدة. هبدأ كده احط اخر طبقة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ برضو احط الطبقة بتاعت الشوكولاتة. انا حبيت اعمل الجاتوه معاكم من الاول للاخر. ببدأ اوزع الكريمة كده بالراحة، لان طبعا الكريمة متماسكة، فممكن تاخد من الاسبونج كده وتبهدل شكل الكريمة، وطبعا ده السطح فلازم اهتم بيه. احط طبقة محترمة كده من الكريمة عليه فوق، وبسويها كويس زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اسوي طبعا جنب الفانيليا حلو، عشان ما يبقاش فيه جنب واطي وجنب عالي والكلام ده. وبرضو جنب الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده. جبت الصوصات بتاعتي بقى، ده جيلو شوكولاتة. حط كمية حلوة محترمة كده عليه من فوق، وهبدأ اوزع الجيلو ده. وبالراحة، لان طبعا الكريمة ما اتجمدتش فلازم نعمل بالراحة. طبعا حتى الجيلو طالع من التلاجة على طول، يبقى الاسبونج بايت معايا في التلاجة وكمان الكريمة سقعانة زي ما انتوا شايفين كده، وحتى الجيلو سقعان، يعني كل حاجة فيها سقعانة. ف ممكن في الحالة دي اقطع على طول. تمام، فهنشوف هنقطع على طول ازاي مع بعض. هحط الجنب التاني بقى. انا قعدت افكر احط جيلو فراولة ولا احط جيلو مانجا، بس بصراحة لقيت جيلو المانجا. فانا بحب جيلو المانجا يعني في شغلي، بجد جميل جدا وطعمه حلو. حطيت كمية كده معقولة، وطبعا زي ما قلت لكم ببدأ اسحب بالراحة، ما بسحبش قوي، لان الكريمة طبعا ما اتجمدتش. فانا
بشتغل بالراحة جدا عشان الكريمة ما تختلطش بالجيلو. زي ما انتوا شايفين كده. ده جناش كان في التلاجة، عملت بيه دواير كده زي ما انتوا شايفين. بجد ادى شكل تحفة، بالذات لما كمان هتقطعي ممكن تعمليه بالجيلو عادي، مفيش اي مشكلة. بس انا حبيت يعني لان هي متابعة ليا يعني على صفحتي وعلى الجروب وعلى القناة وكده، فحبيت اعمل لها برضو شغل ايه يبقى حلو. تمام. جبت بقى الاسبونج اهوت، هقطع بقى الجوانب كلها. زي ما انتوا شايفين كده بقطع الجوانب كلها بالراحة، ودايما بغسل الطرنش بتاعي، لازم يتغسل كل مرة او فوطة سخنة زي ما انا قلتلكوا ونعمله. انا بصراحة عملت بفوطة سخنة، فوطة نضيفة عندي سخنة، وبدأت اقطع بقى كده زي ما انتوا شايفين. اشيل بقى الجوانب دي وامسح البورد بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وهنبدأ نقيس. انا الجاتو اللي هو اعلى من ده بعمله 5 سنتي في 10 سنتي. الجاتو ده انا هعمله 4.5 سنتي في 10 سنتي، تمام زي المحلات يعني. زي ما انتوا شايفين كده 4.5 سنتي في 10 سنتي. تمام. هنقيس بقى 10 سنتي. طبعا زي ما معرفاكوا ان الصينية ديت بيبقى فيها جنب 11 وجنب 10. تمام. فانا هقطع 10 و10 زي ما انتوا شايفين كده. الجاتو ده عشان هو اقتصادي وزي بتاع المحلات، فهيطلع معايا 11 لا هيطلع معايا 14 قطعة، لا 13 قطعة، 13 قطعة بالظبط غير اللي احنا قصناه. تمام. هبدأ بقى اقص اهو زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لكم 4.5 سنتي في 10 سنتي. انما اللي هو التاني اللي احنا بنعمله دايما مع بعض، اللي هو بالفاكهة او اللي هو بالجلوهات برضو، ده بيبقى 5 سنتي في 10 سنتي، بيبقى كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ اقطع بالشكل ده، كل هقطعه 4.5 سنتي في في 10 سنتي اهو. طلع حتة زيادة، وهيطلع كمان جزئية من دي زيادة. حاجة بسيطة، السنتي اللي احنا هنشيله. انا اسفة جدا على التعب اللي عندي ده، بس شكلي كده داخلة على دور برد. المهم بدأت كده اقص 10 سنتي زي ما انتوا شايفين كده، جهادي والجهادي. يبقى كده طلع معايا اهوت الجاتو. عندي بقى كريمة، بدأت كده اعمل روزيتات كريمة. زي ما انتوا شايفين. عندي بقى ورق ترانسفير، هبدأ كده ازين بيه. انا بعمل ورق الترانسفير ده وبحطه في التلاجة في قلب علبة محكمة كده. بحط تحته كيسة. تمام. بفرش العلبة كيسة، وبحط فيها
ورق الترانسفير ده لما بعمله وبحطه في التلاجة، وقت ما بعوزه بطلعه، ما بيجرالوش اي حاجة. بس ما ينفعش ان احنا نسيبه بره، حتى لو في الشتاء ما ينفعش ان احنا نسيبه بره، لازم يتحط في الفريزر. تمام. حطيت بقى الاشكال بتاعتي كده الموجودة، وهنبدأ بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنجيب بقى العلبة بتاعتنا ونبدأ نرص مع بعض الجاتو بتاعنا ونشوف شكله في الاخر. هنجيب بقى الكريسبي الاول، هنحط الكريسبي بتاعنا اي لون بقى بس يكون يليق مع الوان الجلوهات. تمام. هنا كريسبي احمر كده، اي كريسبي موجود عندك بقى حطي. زي ما انتم شايفين كده كده خلصنا. جبت العلبة بتاعتي بقى وهنبدأ نرص زي ما انتم شايفين كده. انا بعدلها بس في الورقة زي ما انتم شايفين كده. هبدأ ارص الجاتو بتاعي. انا هنا بوريهولكوا. طبعا في فرق بين الجاتو ده والجاتو اللي هو التاني اللي شبهه والجاتو التالت. انا عشان اوفر للناس الجاتوهات بأسعار يعني مناسبة، فعاملة 3 انواع عندي. تمام. عشان اللي يحب يختار منهم مثلا وياخد يعني. زي ما انتم شايفين القطع حلوة، مش صغيرة ومش كبيرة، معقولة زي ما انتم شايفين كده. وده شكله في النهاية.